يعني بجد يرضيكم عشان اكل فرخة طعمها حلو لازم اتبل قبليها بوقت كتير، يحط بهارات وتوابل ياما. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض فراخ في اقل من 5 دقايق، وبجد بيبقى طعمها زي السكر. اول حاجة هنبدأ بمحلول النقع. عندي رشة من السكر، شرايح من الليمون، فلفل اسود، وكمان هبدأ ان انا اضيف الملح بتاعي ومعلقتين من الطحينة، وهبدأ ان انا اضيف المية بتاعتي. طبعا المية بتبقى فترة من الحنفية. وبعد كده هبدأ ان انا اضيف الفرخة بتاعتي وبسيبها ساعة. محلول النقع ده حلو جدا، بينضف الفراخ وبيشد اي زفارة، وكمان بيخلي الفراخ تبقى معايا طرية. بعد ساعة هبدأ ان انا افصل الجلد عن اللحم بتاعها واصفيها كويس من اي مية. هبدأ في التوابل، رشة من الفلفل الاسود، رشة من السماق، شطة، وكمان كزبرة وكاري، وكمان هضيف رشة من البابريكا المدخنة طبعا لو عندنا، وبعد كده رشة من جوز الطيب والملح. التوابل دي حلوة جدا، هتبل بيها الفراخ، وكمان ممكن اعمل رز جنبيها واضيف منه معلقة، وكمان لو ممكن نعمل بطاطس ويدجز ونحط معلقة عليها. يعني بجد التوابل دي خفيفة وبيبقى طعمها حلو جدا. هبدأ كمان ان انا اعمل حشوة للفراخ. هبدأ ان انا اضيف بصل شرايح، وهضيف عليه معلقة من السماق. هدعك البصل في السماق كويس جدا، وبعد كده هبدأ ان انا اضيف كمان جزر مقطعه صغير جدا، واللي هو الكرفس الفرنساوي ده بيبقى حلو جدا. كده معايا الحشوة بتاعة الفراخ جاهزة. لو حابين بقى تحشوها اي حاجة براحتكم، بس هنا عشان الفرخة كان حجمها صغير عايزة حشوة خفيفة. وبعد كده جبت التوابل، وهبدأ ان انا اتبل الفراخ كويس جدا بالتوابل دي، خصوصا اللي احنا ولا سيبناها وقت تتبل ولا كمان حطينا لها يعتبر بهارات قوية. يعني ناخد بالنا من النقطة دي عشان الفراخ تطلع معانا مستوية. وهبدأ كده اللي انا احشيها بالحشوة اللي حطيناها. ممكن لو مش حابين الحشوة دي اي حشوة بقى على حسب ذوقكم الشخصي. وحطيت لها روزماري وزعتر، وهبدأ اللي انا اقفل الفراخ زي ما انتوا شايفين، هكتفها يعني. وهبدأ اللي انا افردها، وبعد كده بدخلها عندي على الاير فراير ساعة، خصوصا اللي هي حجمها صغير، يعني كان حجمها كيلو، فمش هتاخد وقت خالص في التسوية. لو مش حابين او مش متواجد عندكم الاير فراير، بنحطها في الفرن عادي خالص، بتاخد برضو حوالي ساعة لان حجمها صغير. ظبطت كده ساعة وسبتها، وبعد ساعة جميلة جدا ومستوية. وخلاص كده معايا الفرخة جاهزة، بس لازم اتأكد ان ما فيهاش دم ولا بتنزل مية عشان اتأكد ان هي كده خلاص استوت. هبدأ اعمل معاها عيش خفيف. عندي مكعبات من الزبدة، عليها معلقة من الثوم اللي هو المفروم، ورشة من الزعتر، ورشة من الملح، وسيحتهم في الميكروويف. وبعد كده هجيب العيش التوست بدهنه بالخلطة بتاعتي، ولو ما عندناش عيش توست ممكن العيش الفينو عادي جدا وبيبقى طعمها حلو جدا. هبدأ كده اللي انا اخلص كمية العيش اللي عندي، وببقى مشغلة الفرن قبليها، لازم تكون نار عالية وسخنة جدا. وكمان بضيف عليه كده شرايح من الجبنة الموتزاريلا، ورشة من البابريكا، ورشة من الزعتر. بدخله 5 دقايق بالظبط، بيطلع معايا تحفة. بقدمه جنب الفراخ، حلوة جدا ومخدتش وقت وطعمها لذيذ جدا. وهنا خلصت، يا رب الحلقة تكون عجبتكم. باي باي.